سميح ونجيب خدوا حلم مني وفستاني ب20 يورو بس. أبرز تصريحات أثارت الجدل في مهرجان الجونة. المهرجان في دورته السابعة بيكرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإبداع الفني، واللي قال أغرب تصريح ليه عن المهرجان وهو إن المهرجان ده كان حلم من أحلامي ومعرفتش أحققه، لكن حققوا ناس غيري هم سميح ونجيب ساويرس واللي هم أصلا مهندسين، يعني مالهمش في الشغلانة بتاعتي، لكن رغم كده سعيد إني بتكرم في المهرجان ده. وفي فعاليات المهرجان في ندوة قدمتها الممثلة مريم الخشت، كمل الفنان محمود حميدة إثارته للجدل وقال إنه شايف الفن عبادة، لأنه بحث واكتشف إن المهن في أصلها كانت عبادات حركية وصوتية، يعني مهنة الرقص كانت صلاة بيتواصل بيها العبد مع الإله. والحقيقة مش الفنان محمود حميدة لوحده اللي كانت ليه تصريحات مثيرة أو غريبة، كمان الفنانة جميلة عوض ظهرت على الريد كاربت وهي بتقول للصحافة أنا جايبة شعري لقدام عشان أنا في موقف صعب، أكيد فهمتوا، فياريت تحسوا بيا وما تنزلوليش حاجة غلط. وجت التعليقات على الفيديو بتقول لها لما انت عارفة انك لابسة حاجة غلط رحتي بيها ليه؟ كمان رانيا يوسف على غير العادة قررت ما تثيرش الجدل بفساتينها، لكن أثارت الجدل بتصريحاتها، فقالت الفستان ده أنا جايباه من إسبانيا ب20 يورو عشان عجبني لونه واللي هم حوالي 1000 جنيه مصري، وعلق رواد السوشيال ميديا بإنها أكيد بتبالغ في تخفيض سعره عشان تطلع ترند. بس شكل الفنانة كده سلمت إنجي علي راية الفساتين المثيرة، وواجهت إنجي انتقادات حد على فستانها اللي شبه المايو حسب وصف رواد السوشيال ميديا، واللي ردت عليهم وقالت أنا ستايلست نفسي وبميل للبساطة في مهرجان الجونة خاصة إنه على البحر. وبالسؤال عن حالة الفنانة بشرى الصحية في المهرجان ده قالت يجعل عينيهم خفيفة عليا، هم بيشوفوني وما بيسموش عليا، والحقيقة إحنا مش عارفين هي تقصد الجمهور ولا زمايلها الفنانين ولا مين دول اللي بيحسدوا بشرى.